يا صباح القرمشة والمطة والتست العالي. هنعمل مع بعض الكوردون بلو الغلابة انا سميته الاسم ده بصراحة علشان هو من غير فراخ واقتصادي وسهل وسريع، وهتحبوا الولاد. بصوا هيعشقوا الولاد جدا جدا جدا. تنفع بقى لانش بوكس، تنفع غدا، تنفع وجبة عشاء. بصوا منتهى اللذاذة، سهلة وسريعة ومكونات موجودة عندنا في كل بيت. جبت البطاطس، حبات من ال6 حبات من البطاطس وسلقتها كويس، وجبت فلفل اسود وتوم باودر وبصل باودر وسكر وشطة وبابريكا وكمون وملح، بيضة ومعلقتين صغيرين من الدقيق ومعلقة صغيرة من النشا والدقة. الدقة يا جماعة اللي احنا عملناها في فيديو قبل كده لذيذة وبتدي تيستي طعم حلو جدا جدا جدا، وخصوصا في البطاطس. هنجيب بولة، نقشر البطاطس الحلوة بتاعتنا كلها تقشير كويس كامل، منسيبش ولا قشرة، ونعمل الكمية كلها في البولة ونحطها الكمية كلها، وبعدين نهرسها هرس كويس، ونجيب البيضة ونقسمها نصين، نص هنحتاجه والنص هنشيله عشان هنحتاجه. نحط الدقيق والنشا والبهارات ونعجنها كأننا بالظبط بنعجن اي عجين عندنا. اخر حاجة اللي حطيتها الدقة بتدي تيست عالي قوي 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 فوق ما تتخيلوا، تتاكل حاف كده. باقي البيضة وحطيت معلقتين كبار من اللبن وقلبتهم كويس زي ما انتم شايفين، ولانشون وجبنة رومي واي نوع شيبس عندنا، اي نوع من السوبر ماركت، اي تيستي تحبوه. حطيت فردت ورق فويل وفردت كل العجين اللي عجناه سوا، البطاطس الجميلة بتاعتنا، وعفرت ايدي في الدقيق والنشا لو احتاجت. كل ده لو احتاجت معانا حسب ايه، حسب الفرد معانا، ولو عاوزنا نشابة زي ما احنا عاملين نعفرها برضو ونفرد بيها زي ما انتم شايفين. حطيت كمية اللانشون بتاعتي، اوزعها كويس، وحطيت الرومي زي ما احنا حابين نحطه زي ما هو كده، نحطه مفتفت، نحطه مبشور، بالطريقة اللي تعجبنا مش مشكلة. والموتزاريلا ما نقطعش، يعني حوالي 3 معالق موتزاريلا، مش هنحتاج كتير لان الجبنة الرومي بتعمل كل حاجة. نبرمها كويس ونطلعها كده من الورق الفويل بكل احترافية بكل سهولة، ونخلينا حريصين وسريعين في نفس الوقت. هنشيل زوايد الفويل ونقطعها. انا خدت معايا 6 قطع من الكوردون بلو بكل سهولة هنشيلها، بس نكون حريصين جدا واحنا بنقطع فيها. والشيبس فتفته كويس وحطيته في طبق، وجبت الكورة كورتها بايدي كده، سهلت عليها التكوير، يعني اكملت عليها تكوير بكل سهولة تتكور معايا. وحطيت فرشتها باللبن والبيض، واخر حاجة حطيتها في الشيبس بتاعنا، وعفرتها كويس في الشيبس عشان القرمشة، وحطيت في طبق. واحدة تانية نعملها مع بعض اهي، في الدقيق في البيض قصدي، سوري، واللبن والشيبس زي ما انتم شايفين. نكمل بقى الكمية ونحطها كلها في الفريزر، تاخد من نص ساعة لساعة. انا استعجلت عليها شوية، ما تعملوش زيي. حطيت في الزيت غزير وعالي عالي جدا، احنا مش هنوطي النار خالص، نار عالية، ونقلبها اول ما ناخد اللون الذهبي. لا لا لا، زوم زوم على اللون الذهبي القمر ده، شايفين؟ بصوا 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 معايا واستمتعوا نظركم باللون، شايفين جمال اللون يا جماعة؟ والله تحفة تحفة تحفة. بالسكينة بصوا بصوا، انا بحاول اجرح فيها بجد بجد، قرمشة عالية لو تسمعوها فوق الوصف. شايفين؟ يا لهوي يا لهوي، نفس طعم الكوردون بلو من غير فراخ واقتصادي. وبصوا تجنن والله يا جماعة، طعمها يجنن جنن جنن جنن، رهيبة بجد. عايزاكم تجربوها، سهلة وسريعة، وعايزاكم تدعموني بلايك ولو عجبكم الفيديو.